احتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم، أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق السايحي على الافتتاح الرسمي لفعالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، أين أعرب عن امتنانه الشديد لكل من يساهم في هذا العمل الإنساني، وأن الجزائر تشجعه بصفة كبيرة، وأن سنة 2022 تم تسجيل 744,477 متبرعا بالدم، قول نحو 248 مركز، تم جمع 631,815 كيس من الدم، والذي يمثل زيادة محسوسة مقارنة بالسنة قبلها. التغطية للزميلة أنايس علام. هي مناسبة نقف فيها وقفة تقدير وثناء لأولئك الذين يتبرعون بدمائهم لإنقاذ حياة العديد من الأفراد، مبرزين بذلك القيم الإنسانية النبيلة بإيثار الغير على النفس. مدعو للعمل والاجتهاد من أجل تكريس وترسيخ ثقافة هذا العمل الخيري والتطوعي والإنساني بالدرجة الأولى. خلال سنة 2022 تقدم 743,477 متبرع بالدم نحو 248 مركز حقن للدم المتواجد على مستوى التراب الوطني، إذ تم جمع 631,815 كيس من الدم، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 5.24 مقارنة مع السنة الماضية.